هذه القصيدة مقدمة من محمد أبو نايف إلى علي حد بعيد. سار الهايس الليلة وأنا قمت وتعنيت، كتبت القصيد وهاتف زف مرساله، وتبقى الأخوة بيننا ما لها تشتت، لو الكون يتحول وتتزحزح جباله. سار الهايس الليلة وأنا قمت وتعنيت، كتبت القصيد وهاتف زف مرساله، غال الروح يكتب بيت والنبض يكتب بيت، لرجال أبو نايف وبين الهدف شاله، الرسالة تغالى للي معي واسط عيني بيت، بتوصل علي حيا على رقم جواله، سلامي على التبعي ناظر الذهب لصيد، دليل المزية في اسم واحد من عياله، وما دمت باسمي عارق النسب سميت، تعيش الخلايا بين وفد ومشقله، وتبقى الأخوة بيننا ما لها تشتت، لو الكون يتحول وتتزحزح جباله، على العز بجناح الثقة الصدر عليت، ومثل القليل تأكد أقوالها أفعاله، راعى الله مع الشدة رفيق به اشتدت، على الراس تقديره ولا موقع الحاله، عرفت الرجال ومثله النوع ملاقي، أمير النشامة والوفا والظفر فاله، هو الصاحب الليلة ذكرت سمعت بهت، صحيح اني اتشرف للفخر بامثاله، ولا انصافتكم يا ابو محمد ولا وفيت، تسامح على تقصير شاعر في اقواله، سار الهايس الليلة وانا قمت وتعنيت، كتبت القصيد وهاتف زف مرساله، غال الروح يكتب بيت والنبض يكتب بيت، لرجال ابو نايف وبين الهدف شاله، الرسالة تغالى للي معي واسط عيني بيت، بتوصل علي حيا على رقم جواله، سلامي على التبعي ناظر الذهب لصيد، دليل المزية في اسم واحد من عياله، وما دمت باسمي عارق النسب سميت، تعيش الخلايا بين وفد ومشقله، وتبقى الأخوة بيننا ما لها تشتت، لو الكون يتحول وتتزحزح جباله، على العز بجناح الثقة الصدر عليت، ومثل القليل تأكد أقوالها أفعاله، راعى الله مع الشدة رفيق به اشتدت، على الراس تقديره ولا موقع الحاله، عرفت الرجال ومثله النوع ملاقي، أمير النشامة والوفا والظفر فاله، هو الصاحب الليلة ذكرت سمعت بهت، صحيح اني اتشرف للفخر بامثاله، ولا انصافتكم يا